مرحبا، كيفكن؟ شو أخباركن جميع؟ طمنوني عنكن. الله يسعد لي أوقاتكن يا رب جميعا. هلا بالنسبة للمواضيع اللي عم ننزلها أول بأول، هي طبعا شي مهم، شي كتير إلكن. اللهم صل على سيدنا محمد، صلوا على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. الموضوع الأهم يلي حابب إني أحكي عنه ووضح عنه لكل الناس اللي هو حاليا موضوع الحظر. تمام، حاليا اللي هو موضوع الحظر. وموضوع المعاملات ليش ما عم تتثبت. فهو الموضوع صاير كتير في يعني مشاكل حرفيا. بس هو تمام، الموضوع الأول اللي حابب أحكي عنه إنه أول ما تطلع لك أنت المعادلة لازم تحلها بشكل كتير سريع. إذا كنت عم تشتغل أنت على الموقع أو على البرنامج، الاثنين نفس الشي، بس إنه تكون سريع بالحل. طبعا المنصة بتفتح مثل ما حكيت أنا، بتبلشوا على 11:56 بالليل. تمام، هي بتفتح يا 57 يا 58 يا 59، فأنتوا بتبلشوا على 11:56 بالليل. متى ما تطلع لك المعادلة إن كان على الموقع أو على البرنامج، تحل الجواب بشكل كتير سريع وما تخربط بين الزائد والضرب. يعني هون أعطيني 7 ضرب 7، 7 ضرب 0. تمام، لازم أعرف إنه هاي ضرب مو زائد، هاي أهم شغلة. اللهم صل على سيدنا محمد. الشغلة الثانية اللي هي موضوع الحظر. حاليا هذا التحديث امبارح نزل. تمام، امبارح نزل حدث منصة، وصار انه اذا انت بتكبس 3 كبسات على المعاملة، يعني تثبيت تثبيت تثبيت، بيطلع لك انه لقد تجاوزت الحد، يرجى المحاولة بعد دقيقة. تمام، فهذا الموضوع انه انت اذا كبست على المعاملة 3 مرات بتنحظر دقيقة، ما عاد فيك تكبس. تمام، لحتى تخلص الدقيقة هاي. يعني كبست كمثال على لنفترض على 10 و5 دقايق و10 ثواني، تمام، بيروح الحظر على 10 و6 دقايق و5 ثواني. فدقيقة بالكاملة بدك تستنى لحتى يفك الحظر عن المعاملة. الموضوع الثاني اللي هو لما يطلع لك هاي الجملة انه لا يمكنك معالجة طلبك بسبب ملاحظة نشاط غير معتاد. فهذا الموضوع انه انت يا حسابك محظور يا النت عندك محظور. ركزوا معي، يا النت عندك محظور يا اما حسابك محظور. عنا حلين لحتى نتخلص من هاي المشكلة، ونتأكد انه شو هو المحظور عنا، النت او الحساب. اذا كنت انت شابك من شبكة MTN، يعني عندك انت خطين، MTN وسيرتيل، او MTN او سيرتيل اللي هو تمام. فاعل باقة على 2. تمام، بتبدل النت، بتبدل السيم تبع النت يعني. اوكي، بتبدل السيم تبع النت بيزبط. اما اذا كنت عم تشتغل انت على شبكة راوتر واي فاي، يعني بتطفي الراوتر وبترجع بتشغله، بتطفي الراوتر وبترجع بتشغله. هون بفك الحظر عن النت. اذا كان النت محظور عندك بفك ساعتها، بتطفي الراوتر ورجعت تشغله. طيب في حال طفيت انت الراوتر او بدلت النت وما مشي الحال، انا شوي هيك اليوم حاسس حالي مقرب لا تاخذوني يعني. فالموضوع اذا بدلت النت وما مشي الحال، او طفيت الراوتر وما مشي الحال وشغلته يعني، ولساتها بتطلع لك هاي الجملة تبع لا يمكنك معالجة طلبك بسبب ملاحظة نشاط غير معتاد، فحسابك محظور وبده تصفير حصرا حصرا حصرا. تمام، تصفير كيف تصفير؟ يعني انه بينمسح بيانات الحساب وبترجع بتنشئ حساب من اول جديد. هذا معنى كلمة تصفير، اتفقنا؟ او اذا اعطيك انه تم قفل حسابك بسبب مخالفة منظومة، كمان بده تصفير حسابك اجباري لحتى تتخلص من هاي المشكلة. فاذا ما صفرته، تمام، وضل منطق لا يمكنك معالجة، بده تقريبا 24 ساعة لحتى يفك الحظر. تمام، 24 ساعة لحتى يفك الحظر. إذا ما صفرته ساعتها بيمشي الحال بدون تصفير، تستنى 24 ساعة بالضبط. 24 ساعة ما بتدخل على الحساب أبدا أبدا أبدا، ما بتدخل على الحساب ساعتها لحاله. اللهم صل على سيدنا محمد، بيزبط إذا الله راد. وضغط على المنصة حاليا بشكل كتير كبير. هلا بالنسبة للتصفير، يعني اللي ما بيحسن يروح على مركز خدمة المواطن. تمام، تصفير حصرا من مركز الخدمة. ها، اللي ما بيحسن يروح يحاكيني على الواتساب وانا بساعده وبدلي على طريقة. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. رح اتركوا رقمي بالتعليقات مشان تحاكوني واتساب اذا حدا عنده اي استفسار او اي شي، او حدا بده يصفر الحساب بتحاكوني على
الواتساب حصرا يعني، لاحظت رقمي تحت هلا بأول تعليق أنا. الموضوع الثالث اللي هو الأخير والأهم والخاتمة، إنه حاليا ضغط بشكل مو طبيعي أبدا على جوازات السفر المستعجل والعادي، خص نص دمشق وريف دمشق وحلب، هدول المحافظات كتير صار عليهم ضغط، وهاي المحافظات أسهل بشوية صغير مو كتير، بس الموضوع إنه حاليا يعني ضغط رهيب حرفيا، يعني شي مو معقول، وعم يصير كتير مشاكل إنه اللهم صل على سيدنا محمد. تأخير المنصة صايرة امبارح واللي قبله ع 12 صار كتير لبكي، تمام. عم يصير السيرفر تبع المنصة عم يعلق، وعم يتراوح بين ساعة وساعتين لحتى يفك، ففي معاملات عم تنحرق وفي معاملات ما عم تكمل، فهذا الموضوع كتير كتير صعب، لهيك أي حدا بده أي استفسار تمام بخصوص هذا المواضيع، تمام، رقمي تحت بالتعليقات. طبعا أسئلة تكون شوي واضحة، مو تجيني مثلا تقلي علمني كيف أحجز، أوكي أنا مو شغلتي أجي أعلمك كيف تحجز، أنا شارح كل شي على القناة على اليوتيوب، كمان ما حدا يجيني بهذا الأسلوب. أول شي لو ما عندي فضاء إني أتجاوب مع الناس، تاني شغلة الشغلة مو سهلة أجي أعلمك من أول وجديد، لهيك أنا شارح كل شي، تابع كل شي فيديوهات، في أكتر من 70 فيديو، تابع كل شي ولحالك تفهم الترتيب. وأي استفسار أي شي بدكن إياه مو واضح معكن بتحكوني على الواتساب حصرا، وأنا بظن هاي الفكرة اللي شرحت عنها اليوم أنا فكرة تامة عن موضوع الحظر اللي هو أهم شغلة. اتفقنا؟ والله يرزقكم جميع وانتبهوا من الحظر، اوكي. مثل ما خبرتكم بالنهار لا حدا يكبس ابدا بالنهار، حصرا بتبلشوا كبس لما تصير الساعة عندكم 11:56. طبعا انتوا بتدخلوا على المعاملة قبل بربع ساعة، يعني على 11:30 بتكونوا جوات الحساب، بس بتبلشوا تكبسوا على كلمة تثبيت لما تصير الساعة عندكم 11:56. وبالتوفيق للجميع يا رب، وعلى الله أحسن شي.